لولا الراجل الطيب اللي انتوا شايفينه في الصورة ده يا جماعة كان هيحصل كارثة رهيبة جدا. الراجل ده انقذ كارثة كانت هتحصل، كانت هتدمر مدينة العاشر من رمضان كلها كانت هتبقى عبارة عن حطام وحريق، وهتبقى عبارة عن رماد مدينة العاشر من رمضان. الراجل ده يا جماعة يعني فدى نفسه وتوفى عشان ينقذ منطقة العاشر من رمضان بالناس اللي ساكنة فيها، بالعربيات اللي كانت في البنزيمة. الحكاية وما فيها اللي حصل ان الراجل ده اسمه عم خالد عبد العال. خالد عبد العال ده شغال سواق على تريلا اللي هي بتنقل البنزين من المخازن بتاعت البنزين الى محطات البنزين اللي هي اللي انت بتخش تفول منها محطة البنزين. المهم هو كان داخل محطة في العاشر من رمضان اسمها المجاورة 70. المهم حس في ريحة شياط في العربية، تقريبا الضفيرة بتاعت الكهرباء اتحرقت. فطبعا هو كان محمل طبعا بنزين، طبعا يعني البنزين لو شم النار هيفنجر الدنيا. اما لقى العربية بتولع ودخل والعربية بتولع، الراجل الشهم البطل اللي يستحق كل التحية اللي هو توفى النهاردة، ربنا رب يرحمك عم خالد عبد العال. الراجل ده بطل من ابطال، يعني بص ربنا يجازيه كل خير، وان شاء الله نعتبره عند الله شهيد ان هو انقذ ناس كتير جدا من الموت في العاشر من رمضان. منطقة سكنية كبيرة جدا كلنا عارفينها. دخل العربية وهي بتولع، خرج بيها بره البنزيمة، دخل زي منطقة صحراوية بحيث ان هي العربية لو انفجرت ما تنفجرش في البنزيمة وتنفجر في المنطقة السكنية، وكان يحصل كارثة كبيرة جدا وناس كتير كانت هتموت وناس كتير كانت هتبقى عاملة زي الرماد. ضحى بنفسه ودخل العربية، هدومه كلها اتحرقت، جسمه كله بوشه اتحرق. دخل المستشفى قعد 4 أيام وربنا رحمه وتوفى النهاردة. الراجل ده من احسن الناس اللي شفتها في حياتي بجد، ان هو يضحى بنفسه وضحى بكل حاجة عشان ينقذ الناس. الراجل ده وراه اسرة ووراه زوجة ووراه عيال ووراه ناس كتير، وفي الاخر ضحى بنفسه. عياله اتيتموا ومراته اتيتموا، بس قالك اضحي بنفسي عشان الناس كلها تعيش. قليل اول ما تلاقي مثل الناس دي النهارده. الراجل ده مفروض يتعمل له تمثال، الراجل ده مفروض يتعمل له صدقة جارية. الراجل ده مفروض محدش يسيب اهله، مفروض المسؤولين في البلد ما يسيبوش اهله ويكرموا اهله وما يسيبوش زوجته وعياله. الراجل ده ضحى بنفسه لاجل الناس ما تموتش ولاجل الوطن واجل مصر، ومصر لسه فيها ناس كويسة. وكالعادة ما تنسوش تعملوا شير عشان فيديو ينتشر بطريقة كبيرة.